أهلا بيكم في كوكب البنات. الكوكب بيكون أونلاين من الساعة 9 صباحا لمدة نصف ساعة بتوقيت القاهرة. احنا بنعمل ايه في الكوكب دوت؟ احنا بنتناقش فيه حاجات خاصة بتعلم اللغة الإنجليزية، بالتدريس الأونلاين، القيادة التربوية، بحاجات خاصة بالعمل الحر في مجال التدريس أو التسويق الشخصي. يعني بنتكلم ميني في الإنجليزي، في التدريس، في السوفت سكيلز او المهارات التوظيف والمهارات الناعمه. كنت حابه اقول لكم على حاجه قبل ما نبتدي، يعني حابه كده نعمل زي تقليد او تراديشن، يعني نعمله تغيير. يعني ممكن يبقى فيه زي tip of the day. ممكن ابتدي انا في البدايه، وممكن بعد كده later on حد يبقى بيتولى مسؤوليه حاجه زي كده. فالتاب اللي انا جايه اكلمكم فيها النهارده قبل ما نبتدي الفقره بتاعت الاسئله والاستشارات، وهي ان بلاحظ ان معظم الناس اللي بتبعت تشتكي لي من حاجات خاصه بالشغل، ما بيكونش دايما المشكله في المهاره التكنيكال. بيكون المهارات او المشاكل اللي حاصله في الشغل معانا هي مهارات مبنية أكتر على السوفت سكيلز أو الكوميونيكيشن سكيلز. ففي عندنا مهارتين أساسيين، وهي أول واحدة طبعا بما إن هي كوميونيكيشن فهي مهارة الكلام. فأول مهارة دي بيبقى المشكلة الأساسية اللي فيها، وهي إن في بنات بتعتقد عن نفسها إن أنا ماليش في التواصل مع الناس، أنا مش عارفة أتكلم مع الناس، أنا المديرة بتاعتي عايزاني أتكلم معاها كل شوية، عايزاني ابقى باخد ودي معاها، لكن انا ماليش في الجو ده، انا مش بحب كده. انا دي مش جزء من شخصيتي. ففكره ان الواحد يعتبر ان السوفت سكيلز دي او الكوميونيكيشن سكيلز بتاعته هي حاجه يا هو مولود بيها يا مش مولود بيها، دي واحده من الحاجات اللي بتعمل مشاكل كبيره جدا، لان ده كده اعتقاد خاطئ عن الموضوع. فالصح ان احنا نكون بنتعلم الكوميونيكيشن سكيلز او السوفت سكيلز بجانب الشغل التكنيكال بتاعنا. لان انا ما ينفعش ابقى مدرسه شاطره جدا جدا تكنيكلي، يعني بعرف اشرح، بعرف اعمل ليسون بلانز، بعرف اعمل الحاجات دي كلها، لكن تبقى علاقتي متدمره مع الناس اللي في الشغل، مع المديره، مع الانستراكتورز التانيين او التيتشرز التانيين اللي معايا في المدرسه، مع اولياء الامور. فانا كده شغلي هيبقى واقف. فدي حاجه مهمه جدا، ان احنا نتعلم الكوميونيكيشن سكيلز. وانا ان شاء الله خلال الفترات اللي جايه، يمكن منلي بعد العيد، هنحاول نظبط حاجه زي كده، ان يبقى في نقطه في الكوميونيكيشن سكيلز نبقى بنتناقش فيها. لان مثلا في مشاكل كتير بتحصل بسبب الكوميونيكيشن، والرد على الناس. طب هم قالوا لي كذا، فانا ارد اقول ايه. المهاره التانية اللي جنب الكوميونيكيشن سكيلز او مهاره الكلام وهي مرتبطه بيها بشكل مباشر، هي العكس بتاعها تماما، وهي مهاره الصمت. ان انا امتى اسكت، امتى ما ردش، امتى لما حد يكلمني. يعني بيبقى في مثلا بنات بتبعت لي حاجات زي اللي هو ايه ده، هم في الشغل المدير او حد من زملائي قاعد يسالني اسئله كتير جدا، هم فضوليين قوي، ناس فضوليه جدا. فممكن تبقى بتسالني طب انت بتدي دروس، طب انت بتدي بكام، طب انت هو انت بتعملي ايه بعد الشغل، طب انت بتعملي ايه، بتشتري الحاجه منين، كل التفاصيل دي. احيانا الواحد بنفس المعتقد الخاطئ عن النفس، اللي هو ما هو انا ما بعرفش الف وادور، انا ما بعرفش حد يسالني سؤال وانا اجاوب، اكذب. هو يعني اكذب يعني ابله بسمه؟ لا. فهي الموضوع محتاجين ان احنا نبقى بنتعلم ازاي طول الوقت، دي حاجة مستمرة معانا، بنتعلم ازاي امتى نتكلم ونرد على الناس ونقول ايه، وامتى ان نسكت. ان حد مثلا بيدي مثلا دروس، فتيجي واحدة من اولياء الامور تبقى بتسال مثلا الميس، وعارفين انتوا الناس اللي بتبقى قاعده بتعد كده الطلبه اللي داخله واللي خارجه، ويقعدوا يضربوا الرقم اللي هم بيدفعوه لعيالهم في العدد اللي بيحضر، ويا ترى الميس كده عامله كام في الشهر والجو ده. ويقعدوا يقولوا بقى لا احنا لو جبنا الكتاكيت، وبعدين الكتاكيت كبرت بقت فراخ، والفراخ بقت بيضة بيت والحاجات دي. احيانا بنبقى محتاجين نتعلم ازاي نتفادى بعض الاسئله، ان احنا ما نديش معلومات دقيقة عنها. ازاي ارد على السؤال بسؤال. يعني حد مثلا بيقول لي ايه ده، طب يعني مثلا شغالة في مدرسة، فحد يقول لي انت بتدي بقى دروس بعد الظهر؟ فبدل ما انا اقول له زي العبيطة كده، واروح اقول له بدي دروس بعد الظهر، فيقول لي بكام، اقول له بكذا. طب انت عندك كام عيل، طب انت بتجيبيهم منين، طب انت مش عارف، وانا افضل اجاوب اجاوب اجاوب. فيعني الواحد ممكن يتعرض لحاجات تانية، حاجات مش لطيفة بسبب الاجابات المفرطة. لكن ممكن في تكنيكس كتير نبقى نتكلم عنها قدام، زي ان انا ممكن اسكت، ان
انا ممكن ازاي ادي بوكر فيس للي قصادي، ازاي اوقفه عند حده، ازاي ارد على السؤال بسؤال فتوه الموضوع. فهنبقى نتكلم ان شاء الله في الحاجات دي كلها. انا حبيت بس يعني اعرض الموضوع دوت بحيث ان هو يبقى في بالنا وانتوا بتتعرضوا للمواقف المختلفة، ان بدل ما نبقى ماشيين كده الدنيا سداح مداح واي حد بيجي يقول لنا حاجة فنلبس في الحيطة بعد كده. يعني في ناس كتير بيبعتوا لي، بنات كتير بتبعت لي، اللي هو بتوصل لمرحلة ان هي عايزة تقدم استقالة بسبب حاجة عبيطة جدا، بسبب ان هي مثلا مش عارفة تتعامل مع الناس اللي في المدرسة على مواقف هبلة. يعني موقف ما ملهاش لازمة، ان هو مثلا بتروح المدرسة تروح تشتكي للمدرسين من حاجة بتحصل معاها في الفصل، فتلاقي ان هي لبست في الحيطة، بدل ما الناس تبقى بتعينها او بتقول لها مثلا انت تعملي الموقف الفلاني، او لو اتصرفوا معاكي الولاد كده فانت تتصرفي بالشكل الفلاني. لا، بيبقى في احيانا العصافير، في الناس اللي هي ربنا يعافينا يعني مش سوية نفسيا، بتقوم واخدة الكلام ده وتكسر في مقادفها، تقعد بقى تقول لها ما انت عشان مش عارفة تسيطري، عشان انتي مش عارفة تتصرفي في الموقف ده، ما انتي لو كنتي مدرسة كويسة ولا مؤهلة ولا شاطرة ولا انتي كده ما تستحقيش تكوني مدرسة. وللأسف الكلام اللي انا بقوله ده هو فعلا بيحصل بالنص، يعني ده مش مجرد أفورة، ده هم اتقال لهم كده بالفعل، قال لهم انتي المفروض انتي ما تستحقيش تبقي مدرسة. فالناس طبعا نفسيتها بتتحطم. فلما نيجي نلاقي المشكلة فين أساسا، المشكلة هنا كانت ان الشخص راح قال على المشكلة اللي بتحصل عشان مش قادر يقرا الناس اللي حواليه ويشوف هما فعلا ناس كويسة و... ونيتها خير ناحيته ولا لأ. فإن احنا محتاجين نبقى بنقرا المشهد اللي قصادنا، بنشوف الناس اللي قصادنا دي هي بتتعامل معانا كويس ولا لأ، وهل هي بتتعامل كويس عشان هي من جواها فعلا كويس، ولا هي بوشين، هي قصادنا كويسة لكن من الناحية التانية ممكن تكون بتروح تقول كلام مش كويس يعني، او بتروح تقول للمدير ده هي مش عارفة تسيطر على الفصل، ده هي مش عارفة تسيطر على شوية عيال صغيرة. ويبتدي يحصل مشاكل كتير بالنسبة للجزء بتاع الكوميونيكيشن ده يعني. فيعني دي كانت the tip of the day، ان دي حاجة ان شاء الله عايزين نبقى نتكلم عنها اكتر، علشان خاطر يعني الاهم من الشغل تظبيط الشغل، ان انا ما ينفعش ابقى شاطرة جدا تكنيكلي في التكنيكال سكيلز او الهارد سكيلز يعني، اللي هو انا لو مدرسة انجليزي فانا عندي الانجليزي يبقى كويس، التيتشنج يبقى كويس، في برضو السوفت سكيلز ده الجانب المهم، اللي هو عارفين في مقولة كده مشهورة بتاعت hard skills can get you the job like but soft skills can keep you in the job can get you promoted اصلا. فان شاء الله نبقى نتكلم عن الموضوع ده بشكل مفصل. حتى ذلك الحين، حتى ان احنا نعمل التابس دي اليومية ان شاء الله يعني، مش الفترة الحالية يعني، هحاول بس لغاية ما ربنا يكرم ما ابتدي اظبطها. حتى ذلك الحين عايزاكم تبقوا بتلاحظوا نفسكم بشكل اوبجكتيف، او يعني بشكل اوبجكتيف، مش عارفة بالعربي ايه، نسيتها. المهم ان هي ايه، ان انتوا تحاولوا تشوفوا نفسكم في المعاملات اليومية، مش بس في الشغل، في المعاملات اليومية. آه، ان انتوا بتتعاملوا موضوعي، شكرا يعني، بشكل موضوعي. تبصوا لنفسكم كده، هو انا لما بتعامل مع الناس انا بعمل ايه؟ هل انا مثلا بتكلم مع الناس وانا ببقى مثلا خايفة شوية، كشة، مش ببص في عينيهم؟ ممكن يبقى صوتي واطي طول الوقت او صوتي عالي طول الوقت، فده ممكن يتسبب في ان الناس تفتكرني عصبية على طول، او ان انا صوتي واطي طول الوقت فده يخلي الناس تفتكر ان انا بخاف او مش واثقة في نفسي كفاية. عايزين نلاحظ، يعني الاحظ نفسي الفتره دي، هناخدها كده كانها هوم ورك لينا، ان انا ابقى بلاحظ نفسي انا بتكلم ازاي مع الناس، بتفاداهم ولا لا، هم ماشيين من ناحيه انا ابص الناحيه التانية، هو انا بروح بانيشيت بصبح عليهم بتكلم معاهم ولا لا، والاحظ في نفس الوقت تعاملات الناس التانية مع بعض. يعني اروح كده ابتدي اراقب اللي بيحصل حواليا، عارفين اللي هو كده في the art of war mind your surroundings، او دايما تبقى تشوف اللي حواليك بيحصل فيه ايه، نشوف العلاقات اللي ما بين الناس وبعض، مين محبوب في المكان، واعرف هو ليه محبوب، ليه الناس بتحب تتكلم معاه، ليه الناس بتحب، يعني هو بيعمل ايه كويس. لان دايما الناس بتقول ايه على الحد المحبوب ده، ما اصل هو بيطبل للمدير، اصل هو بيعمل كذا. لا، احنا عايزين نشوف بشكل موضوعي هو الشخص اللي محبوب في المكان دوت وعلاقاته كويسة مع الناس وبيجيله كورسات كتير او شغل كتير، هو ليه محبوب وليه الدنيا ماشية معاه كويس. والشخص اللي الناس ما بتطقهوش، هو ليه الناس ما بتطقهوش، هل هو بيتكلم بشكل معين، بيلبس بشكل معين. كل حاجة نبتدي نراقب كده بس من غير ما نركز، يعني اللي هو بشكل مباشر نبقى بنراقب الموقف كده في صمت وناخد ملاحظات.
وعايزاكم تيجي المرة الجاية إن شاء الله. يعني كل مرة كده يبقى تكتبوا لي مثلا في الشات، أنا لاحظت إن مثلا عندي ناس في الشغل ناس بتحبها، ولاحظت إن هما بيعملوا واحد اتنين تلاتة. وناس تانية الناس ما بتحبهاش، احنا مش هنبقى بنغتاب حد، احنا مش هنجيب سيرة حد معين، بس بنتكلم على التصرفات ذات نفسها. في ناس احنا بنتعلم منها what to do، وناس تانية بنتعلم منها what not to do. ايه الحاجة اللي احنا ما ينفعش نعملها. فده كده هيبقى زي الهوم ورك الصغير بتاعنا كلنا. يعني كل واحد بيبقى بيشتغل على حاجة خاصة بيه، لكن برضو يبقى في حاجة عامة لينا كلنا نبقى بنشتغل عليها في الكوميونيكيشن سكيلز. فامتى عشان نتعلم، امتى نبقى بنتكلم بنرد بنتجنب إجابة أسئلة معينة فيها نوع من الفضول، أسئلة مش مريحة لينا إن احنا نجاوب عليها، أسئلة شخصية، حد بيتكلم معانا بيقول لنا تعليق سخيف، كل الكلام دوت إن شاء الله. عايزين نبتدي بس الفترة اللي جاية، يعني هنقول من هنا كده لغاية فترة العيد، ناخد الفترة دي إن احنا نبقى بنلاحظ، يعني بنحاول نفتح عينينا على الحاجات اللي بتحصل حوالينا، عشان خاطر نتعلم منها الحاجة الكويسة، ونتعلم منها ايه الحاجات اللي مش كويسة ان احنا ما نعملهاش يعني ان شاء الله. فده كده كانت the tip of the day، دي الحاجة اللي احنا يعني هنحاول نبقى نعملها كده كل فترة، ان يبقى اول حاجة الصبح نبقى بنتكلم في the tip of the day، وبعد كده ناخد الأسئلة. فخلينا نبتدي ونقول الو، مين تحب تبتدي بأول سؤال؟ ياي. طبعا الناس اللي دخلت متأخرة النهاردة احنا كنا عمالين نقول كلام زي الفل، بس هي فاتتكم بقى. آه هناء، حل الصمت تقصدي ايه بحل الصمت؟ ولما حضرتك قلتي الأسئلة كله سكت. اه، هم انتوا بتستخدموا التكنيك عليا. لا، المرة الجاية بسألكم. لا مش هنتكلم خلاص بقى آية بتقولي ايه الموضوع؟ طيب انا لسه داخله، ده انتي فاتك بقى شويه حاجات فظيعه فظيعه. بصي، يعني ما اقولكيش، ده احنا اتكلمنا في موضوع مهم جدا جدا، وعامل مشاكل للناس كلها، وان شاء الله لما هنكمل مناقشه فيه يعني يحل مشاكل كتير باذن الله. معلش بقى يا آية، حظك كده. نقول ايه؟ مش انت بتخشي متاخر تاني؟ آه اوكي. طيب ايه، ما حدش عنده اسئله النهارده؟ انتوا ايه أنا داخلين؟ ما عنديش سؤال، بس عندي حاجة عايزة يعني أقولها. بخصوص إيه بقى، إحنا طبعا بقالنا فترة بنتقابل الحمد لله. يعني هو الشديد القوي هو اللي بيخلينا ما نبقاش موجودين زي امتحانات الولاد والكلام ده. من ضمن الحاجات يا بيس بسمة اللي إحنا مثلا أنا اتعلمتها أو طبقتها، موضوع التعامل مع الكاستمرز. انا الاول كنت بضيع وقت كبير قوي في ان مثلا حد يجيلي فيسأل على سعر الكورس فاقول له كذا، فهو مثلا ما يبقاش مناسب معاه او كده، فيبدأ ان هو يتجاوز معايا في الكلام بقى. فدي كان دايما حتة بتضايقني، بس حضرتك لما واجهتيني ابتديت ان انا اقطم، وابتديت ان انا اتكلم بشياكه طبعا وادب يعني كده، بس في نفس الوقت ما اديش فرصه للي قدامي ان هو يخترقني ويخترق مساحتي الامنه اللي هو يبتدي ان هو يضايقني بيها، فابقى متضايقه طول اليوم، او اقول ليه او الوم نفسي هو انا فعلا الكرسي بتاعي سعره عالي. هو انا وابتدي يعني كان دايما تحصل لي لما حد يجي ويعترض على سعر الكرسي بتاعي. انا واحده بقالي انا كنت بشتغل من ايام سكايب، من ياه، قبل كمان ما كده كبرتي انا نفسك على الهوا يعني. مش بكبر نفسي، ما دي الحقيقه. انا اول ما ابتديت ان انا اشتغل اونلاين ما كانش كورسات اونلاين دي موجوده اساسا، وما كنتش بسمع عنها، وكنت ببدا فيها خطوه خطوه كده. يعني اللي هو كان اول شغلي كان سكايب، وكنت بعلن عن نفسي في فتكات، والله العظيم كنت بكتب اعلانات على فتكات في موقع كده، كان انا ويب عارفاه. سايت. ده تقريبا على ما اتذكر ده كان اللي عامل الموقع ده باشمهندس خضر، لو تعرفيه. تابعيه على انا السوشيال ميديا، حد محترم جدا جدا. مش عارفاه حقيقي، بس هو كان كوميونيتي كده بتاع بنات، وكنت بتارجت برضو البنات اللي كانت يعني بتبدأ ان هي يكون ليها كارير والكلام ده، والكلام ده قديم قوي.
المهم فطبعا اخدت وقتي وخبرتي في ان انا اتعامل اونلاين وكذا وكذا. والموضوع بقى بالنسبه لي اللي هو خلاص بقى غير بقى فكره الماده العلميه وكذا وكذا. فمثلا انا كان بقعد كتير قوي مع نفسي، اللي هو الوم نفسي اقول ايه، طب هو انا كده وحشه، هو انا كده يعني مثلا مش عاملة حساب للسوق العمل أو الأسعار في السوق أو كذا أو كذا أو كذا. المهم يعني إن أنت لفتي نظري إن دي شخصيات ناس. المشكلة مش عندي أنا، المشكلة إن مثلا إن ده ممكن ما يناسبش كل الفئات المجتمعية. فمثلا آه، أنا طبعا مش بقلل من الناس اللي بتدي بسعر بسيط أو كذا، أو بمجد في نفسي أو حاجة. بس انا ده تقديري لنفسي، وده اللي بيتناسب مع ظروفي والوقت اللي انا بخصصه للكاستمر عندي، وكمان الحاجات اللي انا بديها لك وانتي بتستفادي بيها. فالاول كان عندي جلد ذات رهيب يا ابله بسمه في الموضوع ده. اول ما واحده تبتدي تدي رياكت، في طبعا الناس الحمد لله عادي مش فارق معاهم وبيتعاملوا عادي. بس اول ما اجي مثلا واحد من مثلا من خمسة أو واحد من ثلاثة، مثلا ثلاث بنات ومحدش قال حاجة على السعر أو حتى اكتفى بالصمت، بس واحدة تبتدي تتعلق، طب ليه؟ طب ده مش حضوري. طب ليه الاسعار كذا؟ الاول كنت ببتدي ان انا اثبت لها ان انا ده انا كويسه، ده انا شطوره، ده انا دمي خفيف، ده أش... انا مش عارف ايه، ده انا ما شاء الله غسيل ومكوى. فاهماني؟ آه بس دلوقتي وقفت الموضوع ده، مجرد ان انا بديها ريفيوز وخلاص. تاني حاجه، ان انا كنت بعمل خطأ رهيب جدا، ان انا كنت بفاصل احيانا، بس الفصال مش يعني حسيته انه مش في صالحي، مش عارفه ليه. مع ان حضرتك كلمتينا قبل كده في ان احنا ممكن ان احنا يعني نوصل لنقطه معينه في فكره ده، بس ده في السالري مع مدرسه مثلا او شغل. انما مع كاستمر كانت فكره فاشله جدا. ان انا مثلا او لا، طب انا هعمل لك ديسكاونت، على اي اساس عملت الديسكاونت؟ الديسكاونت ده مش ليكي انت شخصيا، المفروض ان انا اعمل ديسكاونت على صفحتي مثلا، ويا جماعه في الفتره دي في 15% ديسكاونت، في مثلا 50% بمناسبه مثلا عيد الام مثلا او اي حاجه. لا، ده انا كنت بعمل لها خصم خاص كده بيني وبينها، يلا حبيبتي ماشي مش في امكانياتك. وبتبدأ إن هي تاخد من وقتي ومجهودي وطاقتي وتنزل معايا وننزل فلوس تاني ونعمل مش عارف ايه. وفي الأخير أكتشف إن هي ما قدرتش كل الوقت اللي أنا قعدت فيها معاها، وبعد كده ما التزمتش بالحضور. حضرتك لفتي نظري، لا مش هي دي نوعية الناس اللي أنا أضيع وقتي معاها. بالظبط. والموضوع حصل معايا بقى قريب كذا مرة. فابتديت إن أنا آخد بقى اللي هو سياسة البوليسي بتاعت ان انا اعمل كات للكلام ده كله. وما لومتش، والاول مرة في حياتي ما لومتش نفسي ان انا على سعر الكورس بتاعي، وما لومتش نفسي على يعني اللي هو انا ما عملتش حاجة غلط على فكرة عشان ابقى زعلانة ان انا سعر الكورس بتاعي بكذا. ما هي فدي بصي، كانت بتحصل على طول، وانا اشكرك فعلا انك خلصتيني من الاحساس الوحش ده. عايزه، انا حاسه انت عايزه تقولي ايه. الحمد لله انا قبل ما احضر كوكب البنات انا كان عندي ضمير، دلوقتي ضميري مات. فاهمة؟ اللي هو دفنته بالحاجه خلاص. النقط اللي انت حلو قلتيها يا دكتوره علا دي نقط مهمه جدا. انا حابه بس اطلع التيك هوم مسج اللي هي عشان خاطر الناس اللي ما كانتش بتحضر معانا الحاجات دي، فيبقوا عارفين بالظبط ايه التكنيكس او ايه الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل كده تطبيقا على المواقف اللي انتي حكيتيها، بحيث ان هم برضو لو بيتعرضوا لنفس الموقف يبقوا يقدروا يطبقوا نفس الكلام او طريقة مشابهة. وبعد كده هناخد سؤال من أميرة. انا شايفة ان انتي رافعة ايدك، فحاضر هقول بس كلمتين كده تعقيبا على دكتورة علا، وبعد كده ايه ناخد يعني ناخد السؤال بتاعك. آه، دكتورة علا كانت بتتكلم في نقطتين أساسيين، أول واحدة وهي إن بتاعة التسعير، وإن الناس لما بتيجي تقول أنت كده أسعارك كبيرة جدا. ودي في بنات كتير قوي بتشتكي لي منها، لو هم بيقولوا لي إيه، أنا كل عميل بيجي
بيقول لي انت ليه اسعارك غاليه قوي كده، ما كل المدرسين اللي في المنطقه ما بتديش بنفس الرقم ده. فهنا انا محتاجه، فاكرين لما كنا بنتكلم على حته الكوميونيكيشن، انا زي ما محتاجه ان انا اتعلم او افكر في الاوتبوت اللي انا بيطلع مني، الكلام اللي انا بقوله، انا محتاجه برضو افكر في الانبوت اللي بيجي لي. هي الناس لما بتيجي تقولي المعلومه دي، هل المعلومه دي صحيحه؟ هل هم بيقولوا كلام صحيح يطبق عليا انا كشخص، ولا هم بيقولوا الموضوع من وجهة نظرهم؟ يعني مثلا لو جينا نفترض ان انت رحت، انا مثلا رحت اجيب او اي حد، بنت معينة راحت تجيب ساعة، الساعة دي تكلفتها 10,000 جنيه. فبتكلم صاحبتها في المدرسه، فصاحبتها بتقول لها ايه ده، انت جبتي الساعه دي بكام؟ قالت لها ب 10,000 جنيه. تلاقي ايه الرقم اللي انت بتقوليه ده يا بنتي؟ ده انا الساعه دي بتتباع ب 800 جنيه عندنا. فلما تيجوا تفكروا، وهي شبهها وكل حاجه، كل واحد بيتكلم من منظور او من ال السياق اللي جاي منه، الكونتكست بتاعه. فانا هل الطلبه اللي جايه عماله تقول لي على فكره انت اسعارك غاليه قوي، وكل المدرسين اللي حواليكي اسعارهم مش كده، انت غاليه كده ليه؟ فانا قبل ما ابتدي افكر ادافع، اهاجم، اسكت، اعمل ايه التكنيك اللي المفروض ان انا استخدمه هنا، هو ان انا اكون عامله الهوم ورك بتاعي. انا حاسه ان احنا الفتره دي هنتكلم في هوم ورك كتير قوي يا جماعه. فيعني استعدوا بقى ان احنا ان شاء الله عايزين نبقى بعد العيد نبقى بنشتغل على حاجات ممكن تكون فيها تبس منظمه اكتر. وهي ان احنا محتاجين نبقى بنعمل الماركت ريسيرش بتاعنا. الهوم ورك بتاعنا ايه؟ ان احنا بنعمل دايما الماركت ريسيرش. انا ما بدخلش عمياني، يعني ما ينفعش ان انا اقول انا هدرس الحاجه الفلانيه فانهي سياق. يعني انت بتدرسي دروس خصوصيه في البيت في منطقه ايه؟ في منطقه القاهره، في المنوفيه، في الاقاليم، في اليمن، في الجزائر، في المغرب، فين؟ انا محتاجه اشوف المنطقه اللي انا فيها دي، ال الناس التانية، مدرسين التانيين بيدوا الدروس نفس الدرس ده بكام. ومش بس نفس الدرس بكام، ده هو المدرس ده عنده كام سنة خبرة، هو باني حواليه اودينس، مدى شهرته ايه. عشان انا ما ينفعش اقول ايه، ما فلان الفلاني اللي هو حوت اللغة الإنجليزية بيدي بالساعة ب 500 جنيه، فانا لسه بادئه امبارح هقوم قايله انا كمان 500 جنيه. ما هو مش منطقي. فانا محتاجة اجمع، اعمل ماركت ريسيرش بتاعي كويس جدا، بحث السوق بتاعي كويس جدا، عشان الناس لما تيجي تقول لي اصل الاسعار بتاعتك عالية قوي، ما هو ممكن يبقى سوري يعني، ما هو هو العميل ده يعني ملاك بجناحات، ما هو ممكن يبقى جاي بيستهبل وبيقول اي كلام، بيكذب. يعني انا كان معايا بنوته في الكونسلتيشن سيشنز، هي بتقول لي كل عميل بيجي بيقول لي انت اسعارك غاليه قوي، انت اسعارك غاليه قوي، ويقول لي المنطقه كلها ما فيهاش الاسعار دي. فهي بتحكم او خدت بحث السوق بتاعها او الماركت ريسيرش بتاعها من بق العميل. وده مش منطقي، لان العميل ما هو ممكن يروح يقول لك ليه يا عم، ما هي بيتباع بكذا. يعني عارفين لما الامهات بتروح تشتري حاجه كده فتقوم قايله ايه البنطلون ده ب 1000 جنيه ليه، ده بيتباع في كل حته ب 200 جنيه، وهو ولا بيتباع ب 200 جنيه ولا اي حاجه، بس هي ايه بتضرب بالرقم ده. انا ما ينفعش اخد الكلام ده بقى خلاص أأمن عليه، لا، انا بروح بعمل ماركت ريسيرش، بروح اسال المدرسين التانيين. يعني مثلا انت بتدرسي اطفال، ففي اماكن حواليكي مشابهه لظروفك جدا، من ناحيه المكان، من ناحيه الديموغرافيكس، من ناحيه بيستهدفوا مين، بيستهدفوه فين، كل الكلام ده. واقوم رايحه اسالهم اقول لهم دلوقتي يعني انت مثلا ممكن يبقى عندك بنت ولا حاجه في نفس السن ده، فتقول لهم انا بنوتي في سن كذا وعايزه اديها كورس، الكورس بكام، الدرس بكام. فنبتدي نطلع بالمعلومات دي ونكتبها عندنا، ونبتدي نعمل بقى رقم مشابه للرقم بتاع السوق. فلما يجي العميل يقول لي انت رقمك كبير قوي، يا جماعه انا يعني انا اعرف ناس، كانت واحده مثلا كانت من اسرتي كان فاتحه حضانه، وكانت حاطه ارقام من دماغها، تمام، ما عملتش بحث في السوق، ما شافتش الحضانات اللي حواليها حاطه ارقام كام، فكانت حاطه ارقام زهيده جدا. الناس كانت راحت خرجت ولادها من الحضانات التانية، يعني بالفرض مثلا هي عملت 100 جنيه في الشهر مثلا يعني، والحضانات اللي حواليها كانت عامله 400 و500 في الشهر. الناس اللي كانوا موديين ولادهم ب 400 و500 في الشهر جم ودوا عيالها عيالهم عندها ب 100 جنيه في الشهر، وكمان بيقولوا لها ده 100 في كتير قوي، طب ده انا معايا طفلين اعمل لنا ديسكاونت، خلي الواحد طيب ب 80، مش عارف ايه الجو ده. فانا ما ينفعش اخد المعلومه من بق العميل، انا لازم اروح ادور عليها بنفسي، واشوف السياق دوت مشابه للسياق بتاعي ولا لا. دي كده النقطه الاولانيه اللي دكتوره علا كانت بتتكلم عنها، وهي ان انا بعمل الماركت ريسيرش بتاعي. فانا دلوقتي المعلومه اللي هو ايه، انا باخد كام في الساعه. يعني مثلا واحده من المواقف اللي حصلت معايا، ان في بنت مثلا جت قالت لي عايزه احجز معاكي، قلت لها روحي احجزي على الصفحه، راحت حجزت على الصفحه، يعني راحت تسال على التفاصيل على الصفحه، شافت الرقم مش مناسب ليها بالمره، فجت قالت لي هو الرقم ده حقيقي؟ قلت لها اه حقيقي. ف... فهي بالنسبه لها اللي هو ايه ده، لا انا ما الرقم ده
مش في تخيلها ان هو ممكن يبقى الرقم ده مناسب ليها، مع ان الرقم ده عادي موجود جدا في السوق. لكن هي علشان من باك جراوند متعودة انها تسمع ارقام معينة، فبالنسبة لها اي رقم فوق الرقم ده يبقى انتوا، لا انتوا يعني الحاجات دي مش حقيقية يعني. النقطة التانية وهي حتة الديسكاونتس. في فرق ما بين ان انا بتفاوض مع الناس رايحة اشتغل في مدرسة في مكان ما، وبيقولوا لي هي واتس يور اكسبكتد سالري، انت متوقعة سالري كام، طب انت بتاخدي كام، طب رايحة فين، جاية منين، الجو ده. فابتدي اتفاوض معاهم على المرتب. لكن انا بشتغل فريلانسر، يبقى الموضوع مختلف هنا. انا ما ينفعش ابقى مثلا رضوى عايزة تاخد معايا سيشن افاصل معاها، او هي نقعد نفاصل مع بعض. هناء عايزة تاخد معايا سيشن فاقعد افاصل مع هناء. فانا هدي هناء مثلا ايه، هناء فضلت مثلا، انا هاخدك يا هناء كالمثال السيء عشان انتي سمي عقة. فمثلا هناء هتقعد تفاصل معايا. فانا هقوم ايه، هرضخ للطلب بتاعها، واقوم مدياها ديسكاونت مثلا 50%. هي ممكن تكون صاحبة رضوى، فرضوى تيجي تقوم هي كمان سمعت عن الكورس من هناء، فتيجي تتكلم معايا، فاقوم انا قايله لها سعر غير اللي انا قايله لهناء. فتقوم قايله لي طب اشمعنى هناء، ما انت مدياها هي عارفه بقى، حتى لو ما جابتش سيره هناء هي عارفه ان والله الديسكاونت. حصلت معايا، والله حصلت معايا. ما احنا بقى بنقول ايه، احنا كلنا بنتعلم من اخطاء بعض. هي الموضوع ده حصل معانا كمان يعني. هو انا مش، الكلام ده مش بس اللي هو ايه اتس ريسيرش او بزنس وايز اتعلمناه في كتاب وخلصت على كده. لا، ما الواحد لازم يلبس في الحيطه، لازم كل واحد يحط صباعه في كوبس الكهرباء لغايه ما يتكهرب ويتعلم الدرس يعني. بس احنا بنقول كده على اساس لو في حد لسه ما تعرضش للموقف ده، يعني حتى لو تعرض لمواقف تانية ادينا بنوفر على بعض ايه، السكه والفرهده يعني. فبالتالي انا ما بعملش ديسكاونتس لكل عميل لوحده. انا واحده شغاله فريلانسر، فبالتالي انا عامله تسعيره للساعه. ممكن اكون كل فتره بعمل ديسكاونتس معينه لسبب ما، مش شرط عشان خاطر عيد الام وعيد الاب والجو ده. هو هي دي بتتقال يعني، عارفه اللي هو ايه، زي المركز الروسي كده، اللي هو كل ما يطلع حاجه بمناسبه مش عارف ايه يعني. هي الخصم احنا عاملينه مينلي، هي الفتره دي احنا عاملين الخصم. وبعدين في حاجات تانية، ابعاد تانية في الموضوع يعني. مثلا شخص عارف ان التعويمات جايه او ان الاسعار هتزيد المره الجايه، فبيبقى في بقى تكنيك اللي هو ايه، الضفدعه اللي هنحطها ونسخن عليها الميه واحده واحده كده. فبدل ما انا هروح اعلي السعر مره واحده، لا، احنا التكنيك يعني ممكن نتكلم عليه بعد كده بالتفصيل اكتر. هو ان الناس بتعلي الاسعار وبتخلي السعر القديم هو اللي بعد الديسكاونت. يعني مثلا بالفرض حد عامل ان الساعه ب 200 جنيه، فجأة عرفنا ان في خلال مثلا 3 شهور الجايين، انا متابعين بقى حالة السوق، 3 شهور الجايين هيحصل فيه زيادة في الاسعار. فهيعمل ايه، هيخلي الساعة بتاعته بالفرض 400، وهيبقى الديسكاونت 300 بعد الخصم، بعد بدل ال 400. ما هو اصلا كان بياخد ال 300، بس احنا بقى اللي هو ايه، علشان العميل اللي جاي يبقى عارف ان الاوريجينال برايس ال 400، وان اللي هو فيه ده دلوقتي هو الخصم. دي بتبقى بعض التكنيكس اللي احنا عايزين نبقى نتكلم في الحاجات دي. احنا كده بنفتح حاجات كتير قوي. فالمهم يعني التك هوم مسج، ان رقم واحد انا بعمل ماركت ريسيرش قوي جدا عشان خاطر يبقى معايا، انا عارفه الناس اللي حواليا في السوق الكام بكام، والجروب بكام، والبرايفت بكام، والسن ده بكام، أو الحاجات اللي هي متعلقه بيا يعني. انا بدرس اطفال، فلازم اعرف الناس اللي بتدي اطفال بتديها بكام. دخلت في سوق التدريس الاونلاين وانا بدرس اطفال بديهم فونكس، يبقى انا لازم اشوف الناس اللي بتدي اونلاين للاطفال الفونكس بتديهم بكام، واشوف حجم الاكونت بتاعهم. فهم مثلا ابتدي اشوف ده حد لسه بيبتدي، لا ده حد بقاله سنين فاسمه معروف، فبالتالي الرقم اللي هو حاطه هو رقم عالي علشان هو خلاص بقى براند. فبالتالي هو بيطلب الرقم ده عادي والناس بتيجي على اسمه. فبالتالي انا ما ينفعش اخد نفس المقارنة بشكل، يعني لازم اكون موضوعية في الطريقة اللي بحكم بيها. انت طبعا يا هناء ظبطيني في كلمة موضوعية دي، فانا هفضل استخدمها. فاحنا كده ايه، حتة الماركت ريسيرش وحتة الديسكاونتس. خلينا ناخد بقى سؤال من أميرة. ان معلش قلنا معترضة لأميرة، بما إن معلش احنا لسه في نفس التوبيك، معذرة يا أميرة. الإجابة اللي دايما بتجيلي أو تعقيب يعني على فكرة سعر الكورس، يقولوا لي إيه، هو ده مش حضوري. طب هو المفروض الأونلاين يكون أرخص من الحضوري، بس بسمع. هقول لك على نقطة كويسة. كل حاجة as per the perspective اللي احنا بنتكلم منه. يعني ايه، يعني انا لو هبيع اوفلاين هقول لك ان الاوفلاين طبيعي يبقى اغلى من الاونلاين. لو انا هبيع اونلاين هقول لك ان الاونلاين اغلى من الاوفلاين، وهطلع لك اسباب لكل واحد فيهم. يعني مثلا ايه، انا لو بدرس اوفلاين، واحده مثلا بتروح تدرس في مكان ما، انا محتاجه ان الكورس طبيعي يبقى ثمنه اعلى علشان خاطر انا في مواصلات رايحه جايه، وفي تكاليف زياده وفي وقت ومجهود زياده. طب لو الاونلاين
ما هو علشان خاطر ما فيش مواصلات وما فيش وقت مهدر رايح جاي، فبالتالي انا موفره عليكي الفلوس اللي انت بتدفعيها. فبالتالي هو الشخص هيجي التكنيك ان انا، انت قول اللي تقوله، انا بجاوب على حاجة تانية خالص. يعني اللي هو انا الشخص هيجي يقول لي اللي هو عايزه، ما هو كل واحد هيطلع لي بحوار، انا بقى مش قاعدة برد على كل الكلام ده. مش هقعد بقى اللي هيقول لي طب اصل ده اونلاين المفروض يبقى ارخص. ما هو انت مش بتدفع تمن الاونلاين، انت بتدفع تمن السيشن معايا اللي هي تكلفتها كذا. وعموما انت لو الموضوع مش مناسب معاك، انا ليا محتوى موجود مجانا اونلاين، يشرفني جدا ان انت تتابعه. ولو عندك اي حاجه اقدر اساعدك فيها مفيش مشكله. لا انا عايزه اخد معاكي انتي. بص انا الاسعار بتاعتي او التكاليف بتاعه الكورس بتاعتي هي زي ما انا وضحتها لك قبل كده. وعموما انا ممكن ارشح لك مدرسين تانيين تشوف معاهم الاسعار. والله على حسب العميل، لو حد مؤدب انا ببعته لناس فعلا الاسعار بتاعتهم انا عارفه ان هي هتكون اقل مني. لو حد سخيف ببعته لناس انا عارفه ان هو هيسمع رقم هيرجع يعيط. انا عملتها مع حد قبل كده انتقاما من اللي هو عمله معايا، اللي هو رحت بعته بقى الناس اللي هم فعلا مساويين ليا في الخبرة. يعني هي ناس تقيلة جدا في المجال و... يعني أقوياء جدا. فراح سمع أرقام عيط، رجع بيعيط لي. ف... انا شريره قوي، انت كده شريره قوي. انا شريره قوي، انا بعمل مصايب يعني. فدي اسمها dirty communication. انا مش بس بتعلم الكوميونيكيشن، انا بتعلم الديرتي كوميونيكيشن او المانيبيوليشن. وعشان خاطر واحد بيستخدمه بطريقة حلال، هو ليها استخدامات سيئة وبشعة وكل حاجة وحرام، بس ليها برضو استخدامات أنا أقدر أدفع بيها الأذى عن نفسي. ف يعني علشان خاطر ملخص للموضوع، علشان ما نطولش، ان انا عندي سيشن بعديكم ان شاء الله. فخلينا كده احنا بنتكلم في الماركت ريسيرش النهارده. سو فار قبل ما ناخد اخر سؤال بقى من اميره، اتكلمنا في الماركت ريسيرش، اتكلمنا في الديسكاونتس وتتعمل امتى وما تتعملش امتى، هو انا بفاصل مع مين وما بفاصلش مع مين. اتكلمنا عن الكوميونيكيشن سكيلز في الاول. الناس اللي ما دخلتش في الموعد فاتكم يعني حتة لوز العنب كده، بس طبعا يعني يا عيني حرام انتوا فاتتكم. يعني كنا بنتكلم فيها عن الكوميونيكيشن سكيلز، وامتى نتكلم وامتى نسكت علشان خاطر ما نلبسش في الحيطة، وامتى يعني عرضنا كده شوية مواقف في الأول. آم، خلينا ناخد السؤال بتاع أميرة باختصار كده سريع. معلش يا أميرة احنا هنبقى بنضغط عليكي انتي بقى اللي تختصري يعني. صباح الخير. صباح النور. آم، هو انا أو انا كان عندي سؤالين، سؤال ليه علاقه بالتوبيك اللي بنتكلم عليه، التواصل مع الناس وكده، وده اللي هقوله سريعا احسن النهارده. هو انا بس ازاي اتعامل وسط مع الناس، يعني انا مع اولياء الامور يعني انا مبقاش عارفه ابقى جاده قوي، وده اللي بيبقى الغالب بصراحه، وبحس نفسي ساعات رخمه جدا، بس كحمايه لنفسي، لان انا قبل كده كنت ساذجه قوي، وما زلت بصراحه في علاقات انا فيها مش عارفه ابقى الجانب التاني فجاه معاهم عشان مبقاش توكسيك. بس يعني انا في الاول كنت بتعامل اللي هو مفيش مثلا حدود قوي، فبالتالي هم بصراحة علاقاتهم بتقرقني جدا الفترة دي، بمعنى ان هما بيتعاملوا كأنهم صحابي، ومش ده الصح، يعني المفروض ما يبقوش بيتعاملوا كأنهم صحابي لأنهم مش صحابي. فبيضيعوا وقت كتير، ابقى مثلا في السيشن ابص الاقي المفروض اقعد مع البنت، الاقي مامتها دخلت في نص الكلام، مفيش كده تضييع وقت كتير. فبالتالي بقت بتشوف ان الساعة مش كفاية بالنسبة لبنتها، وبقت بتتضايق مني، بس بتلمح لي على مدرسين تانيين، يعني مثلا تقولي مدرسة الماث امبارح عملت كذا كذا، دي دخلت الساعة كذا وطلعت الساعة كذا. ومش عارفة البنت مبقتش بتستوعب قوي، لأن هي بتتضايق إن الميس بتقعد معاها ساعة بالظبط، بتبقى عايزة تقعد معاها مش عارف ايه كده. يعني انا مش عارفه اتكلم بتفاصيل اكتر، بس مش عارفه اخرج نفسي من العلاقات دي ازاي. انا ببقى ساعات عايزه اصلا الغي الحصص، بس مش عارفه، لان نوعيه الناس دي حساسه قوي، بمعنى ان هي بتاخد كل حاجه على اعصابها، ممكن تعيط. انا في مره اول ما بدات اونلاين، انا الاول كنت بروح لها البيت زي ما كنت قايله، بس بدات اونلاين بقالي سنه، فهم كملوا. امم. ف يعني في اوقات كتير لما اتشغلت وكنت باخد كورسات، يعني في شهر 7 و6 اللي فات، أم، كان في اوقات بيتبعت لي ريكوردات مثلا وهي بتعيط ان انا مشغوله، مش برد عليها في نفس الوقت ومش عارف ايه. فبقيت حاسه ان انا المسؤوله شويه عن الموضوع ده، انا ما حطيتش حدود من البدايه. وفي نفس الوقت لما بقيت احط حدود مع الناس الجديده، بقيت حاسه نفسي رخمه قوي، فمش عارفه اتعامل، يعني ممكن لما ما تبقيش كده وما تبقيش كده، ولا ايه الصح؟ مش عارفه.
انتي الاسئله اللي بتقوليها دي في الجون والله يا اميره، وانا مبسوطه قوي ان احنا بنختم بيكي، لان انتي حرفيا بتتكلمي في سكوب الموضوع اللي ايه هو اللي هو فاتك، عشان انتي داخله متاخره يا هانم. بس يعني ايه، انتي اول مره تحضري معانا يا اميره؟ لا طبعا انا حضرت، يعني بقالي كام يوم كده بحضر الحمد لله. طب الحمد لله، خليكي بقى معانا عشان احنا عايزين الفترة اللي جاية بإذن الله نتكلم في حتة الكوميونيكيشن دي بشكل أكبر، لأن هو 80% تقريبا من المشاكل اللي بتحصل ما بيننا وما بين الناس عموما، أو في الشغل مينلي بسبب الكوميونيكيشن. فالنقطة اللي انتي قلتيها دي حلوة قوي، أنا هحاول أرد عليها باختصار على بس يعني اتمنى ان انا قادره اوضح لك وجهة نظري، وبعد كده هنبقى نتكلم في الموضوع بتفصيل اكبر لكل تكنيك. حابة أقول لكم بس على حاجة، احنا بننزل الفترة دي على السوشيال ميديا بتاعتنا حاجة اسمها يوميات صابر مع ولاد الشركة. ابقوا تابعوا الحلقات دي، لان دي هتكون بتتكلم عن الديرتي كوميونيكيشن at the workplace. يعني هتلاقوا بشكل ستوري تيلينج كده خفيف، فتابعوا الحلقات يعني. خليني اقول لك بس ان المشكله اللي انت بتتكلمي فيها دي، يعني يا جماعه ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه من البدايه، ان اميره كده مش بتحكي عن تكنيكال سكيل او هارد سكيل. المشكله كده مش في الهارد سكيلز، المشكله اللي بتقابلنا ايه؟ في السوفت سكيلز، في الكوميونيكيشن سكيلز. هل انا خليني بقى افسر الكلام اللي هي كانت بتقوله. هل المفروض ان انا اكون سيريس ولا اكون فن؟ هل المفروض ان احنا نكون اصحاب مع العملاء بتوعنا؟ في فرق كبير جدا ما بين ان احنا فريندز وان احنا فريندلي مع الناس. يعني انا مع الطلاب بتوعي انا فريندلي، لكن احنا مش فريندز. ليه بقى؟ عشان لما احب يعني ايه، زي ما ادلع هلسوع، زي ما انتوا جايين مثلا ايه وبنحضر وبنتناقش وكل حاجه، بس انتوا جايين متاخر، فانا يبقى عندي مش عشان احنا بقى الموضوع تطوعي فانا هسيبكم بمزاجكم، فلا انا هحب برضو ان انا لما ابكت حد ابكته، لما حد داخل متاخر ابكته. فبالتالي احنا فريندلي مع الناس، اللي هو انا دايما في العلاقه ما بيني وما بين الناس في الشغل بفكرهم في السياق كده في النص، هي العلاقه ما بيننا ماشيه ازاي؟ هي العلاقه مين اللي بيمشي مين اللي بيسوق العربيه دي، انا ولا الطلاب اللي معايا؟ هي لان انا ممكن مثلا دي حاجه تطوعيه احنا عاملينها اهو، بنتناقش مع بعض وفي ناس بتقول انبوت جميل جدا وناس بتشارك بحاجات تانية. وارد، وده حصل قبل كده في كذا مره، ان تدخل بنوته هي ممكن الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتها مش اعلى حاجه، فتقوم عامله ايه؟ تقوم راميه كومنت يخبط في واحده يزعلها. فبالتالي انا مسؤوليتي نوعا ما ان انا احفظ، ان انا دايما ابقى مفكره الناس ان مين اللي بيدور الليله دي، مين اللي بيسوق من ورا الستار. انا عشان انا التيتشر هنا، وانا فاللي هو ايه، متجمعين على الطبلية كده سوا ان شاء الله، يعني متجمعين عند النبي باذن الله في الفردوس الاعلى. فاحنا بفكر الناس دايما ان احنا علاقتنا مع بعض، انا لطيفة معاكم، انا لطيفة مع العميل، لكن ده مش معناه ان هو ايه براحتكم في الدخلة والخارجة. يعني مثلا بنوتة غابت من عندي في الحصة، طب هي غابت اول مرة وبعد كده بحس ان هي لا بتعتذر ولا اي حاجة، جاية اللي هو بتاخد الموضوع كده فور جرانتد، ان يلا اعملي لي ميك اب سيشن، او هنأجل السيشن دي ازاي؟ فاقوم انا راميه لها في نص الكلام ايه، ده انتي لما ما جيتيش انا قلقت عليكي جدا. فتقولي اه معلش اصل انا كنت تعبانه. فانا بفكرها ان هي she has to explain، مش ان انا يعني مش فارق معايا العذر ذات نفسه، بس انا بفكرها ان هي she didn't even apologize، ده هي ما اعتذرتش، ده هي ما قالتش اي حاجه تبرر بيها نفسها. فاقوم قايله لها اه ده انا كنت ناوي اعمل منك بطاطس محمره. فاللي هو بفكرها بس ان الموضوع مش سايبه لها الحبل على الغارب، وانا مش عشان بدي اونلاين فانا قاعده مستنياكي صحيتي النهارده جيتي اهلا وسهلا، ما جيتيش اعمل لك الميك اب سيشن. الموضوع زاد عن حده او حصل مره تانية، اقول لها ده احنا كده بقى مش هنعرف نعمل بروجرس في الماتيريال اللي معانا، وده هيأثر على مستوانا. انا عموما مع الناس التانية كلهم، انا في حاله زي كده انا بكنسل السيشن وبيروحوا يعملوا الهوم ورك وبيروحوا يذاكروا، والسيشن ما خلاص كالكوليتد او محسوبه. لكن عشانك انت انا عارفه ان انت كنت تعبانه فهنأجلها لك المره الجايه. فانا بالمحسوس كده رميت لها ان انا اقدر ادوس او اضغط لو هي تعاملت معايا باستهتار. فدي فكرة ان احنا فريندز او ولا فريندلي. طيب نفترض بقى ان انا ما كنتش اعرف الكلام ده في الاول، فكنت بتعامل على طبيعتي اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، الجزء اللي كنا بنتكلم فيه في الاول، هي شخصيتي كده، انا شخص ودود، انا شخص لطيف في العادي. واحنا اتكلمنا بقى ان مفيش حاجة بقى خلاص اسمها ايه اصلا انا ما بعرفش اعمل كذا، لا هي دي كلها مهارات احنا بنتعلمها خلال الطريق.
انا قاعده في الحصه و... واميره بقى قالت كام حاجه كده ورا بعض فظيعه يعني. ان رقم واحد انا هحاول اخلص على طول علشان انا عندي سيشن بعديكم الساعه 10، فانا هحاول اختصر في الحته دي. ان دلوقتي مثلا الست بتقاطعني وانا قاعده مع الولاد في الدرس، فانا اعمل ايه؟ ببساطه شديده جدا اقول لها والله يعني انا مقدره جدا ان انت المعلومه اللي بتقوليها دي مهمه جدا، بس انا عندي سيشن بعديهم، فانا محتاجه اخلص بس الجزء ده من الماتيريال عشان الحق اروح يعني الالتزام اللي عندي بعد كده. بقطم معاها زي مثلا دلوقتي انا رميت لكم في النص كذا مره، مهدت لكم كده اللي هو ايه، عشان خاطر اعمل ايه؟ عشان خاطر امنع اي حد يفتح المايك ويتكلم او يقول حاجه، فما تخلينيش اعرف اكمل البقين اللي انا عايزه اقولهم. فانا برمي في النص ان انا محتاجه اهرب قبل الساعه 10 عشان عندي سيشن، فانا كده مهدت ان انا عندي التزام تاني. فانا محتاجه ان انا ابقى بقاطع الناس، بوقد الموضوع كده في مهده، اللي هو ايه، محدش يتكلم، محدش يعلق على اللي انا بقوله. فده كده تكنيك، ده كوميونيكيشن تكنيك، انا كده قفلت الناس ان هي تتكلم. في وقت تاني ممكن اسيب لهم الفرصه ان هم يتكلموا براحتهم، فبالتالي ده كده ايه، ان انا بمنع الانتربشن. اللي هو انا في الحصه الست دي بتتكلم، فاقوم في مره انا بقى اللي هقول لها هل في مكان تاني، انا بقى اللي شوفي يا اميره، لما الست كده كانت بتقول لك ايه بشكل، او العميل بيتكلم بشكل فيه كهن كده شويه، اللي هو ده المدرسه التانيه بتعمل، ده المدرسه التانيه مش عارف ايه، بدل ما الناس هي اللي تبقى بتمانج مي او هي اللي بتحركني، لا انا اللي هحركها. انا بقى اللي هاجي في مره اقوم قايله لها لو هي بتقاطعني كتير مثلا، اقوم قايله لها بقول لك هي ايا كان بقى انت بتنادي لها بايه بقى، ام اي حاجه بقى، فبقول لك هو في مكان تاني في البيت نقدر نقعد فيه انا والبنوته عشان بس نبقى قادرين نركز اكتر بدون اي تشتت. يبقى انا برملها ان هو بالمحسوس كده ان انت اللي بتشتتينا. ام زعبله دكتوره علا اقترحت لنا خلاص اسم ان هي هتبقى ام زعبله مش عارفه. ف ان دلوقتي ان انا برملها بعد ما هي اتكلمت مره في التانية، فهقوم قايله لها طب هو في مكان تاني نقدر نقعد فيه بنفس الكهن كده. ف في المره الثالثه برضه هي مش فاهمه، يعني في ميسون بتقول هي في ناس مش بتفهم يعني، فهقوم قايلها لها بشكل بقى صريح. هنيجي في مره كده اقول لها بس هو انا استاذنك بس عشان البنوته يعني اقدر اوصل لها الفكره على بعضيها بدون اي يعني ما تشتت او حاجه، فبس هستاذنك ان ايه، يعني خليني بس اخلص معاك الكلام ده، وبعد كده نشوف لو انت عايزه حاجه نبقى ايه، نشوف لو في وقت بعد ما نخلص نتناقش فيها سوا لو في وقت، واقوم دايسالها على لو دي شويه. فدي كده مثلا حته الانتربشنز. حته الكهن بقى اللي هو بتاع بنرمي بكلام، اصل المدرسه التانية بتيجي الساعه كذا وبتمشي الساعه كذا، والله كتر خيرها برافو عليها. انت عارفه بقى كمان انا اعرف مدرسين سابوا العيال في النص عشان ما كانوش مرتاحين، كانوا بيروحوا البيت عند الناس، فما كانوا بيحسوا ان المعامله مش احسن حاجه، فكانوا بيمشوا. في ساعتها تقوم واخده الكلمه، هي هتفهم وعارفه، هو في ناس بس بتعرف تدي بوكر فيس حلو، او في ناس تبقى جلدها تخين مش فارق معاها، فهي هتقول الكلمه انا هرد عليها برضو بحاجه مضايقاني منها بالمحسوس. في مرة تانية أقوم يعني هي كملت، أقوم أنا مديها رد تاني في حاجة تانية. وهكذا فكرة إن الشخص يكون بيعيط، يا حبيبتي ما تتأثريش، انتي اللي بيعيط خدي اديله مناديل، اديله مناديل، خدي يا حبيبي نشف دموعك. أنا كان معايا بنات في السيشن، البنت وربنا كانت عماله تذرف في الدموع، عماله تنزل كده منها وعماله تعيط لي وتقوق لي علشان خاطر حاجه في الهوم ورك وانا كنت همشيها، ودي كانت منحه وليها ظروفها يعني. فمن كتر ما هي كانت عماله تعيط قصادي، فهي متخيله بقى ان انا ايه هرق وكده والجو ده، قلت لها اديتها مناديل، جيت طلعت لها مناديل كده وقلت لها خدي نشفي دموعك. انا مش هحس انا بالكلام ده ليه؟ انتي تخيلي، حطي نفسك كده زي الدكتور اللي العميل مثلا قاعد تحتيه المريض عمال يعيط، وهو مثلا فاتح بقه وبيلعب في اسنانه، والعميل عمال يعيط ويقوق وكل حاجه، وهو ولا كأنه شايفه. ليه؟ لان انا في مصلحه اكبر دلوقتي انا محتاجه احققها. فالام تعيط ما تعيط، البنت نفسها بتعيط ما تعيط، انا مش ماسكه كرباج ونازله فيكم ضرب. ففي انواع من التوكسيسيتي او التوكسيك بيبل، الناس بقى اللي هي المانيبيوليتيف اللي بتتلاعب او بتتحايل علينا عن طريق الدموع، او عن طريق ان هو بيهددنا باشكال مختلفه. يعني الست دي بتلعب عليكي تكنيكس زي الفل، دي عايزين نبقى نتكلم فيها. تكنيك اللي هو ان برميلك ان بالتهديد كده بشكل غير مباشر ان في مدرسين بتقعد بشكل احسن، فبالتالي البنت كده مش فاهمه، فانا كده ممكن اشوف مدرس تاني، فانا ازاي ارد على التكنيك دوت بتكنيك تاني ان هو ايه، لا ده انا اللي همشيها لك،
انا اللي همشي مش انت اللي هتمشيني. فدي طريقه الناس اللي بتعيط ازاي اتصرف معاها، علشان خاطر اقدر احط حدود بيني وبين العملاء. فملخص الكلام يا أميرة برضو، علشان خاطر لو في حاجة تقدري تطبقيها من الكلام ده من دلوقتي: اللي يعيط قصادك يعيط إن شاء الله ينزل بدل الدموع دم، أنهار دم قصادك. ما أنت طالما ما عملتيش حاجة تأذي الشخص ده فخلاص ملناش دعوة، اللي عايز يعيط يتفلق. الشخص فبالتالي ادي بوكر فيس اللي هو وش خشب كده. بتاع ده، ان انت مش فارق بقى خلاص، يعني انت هتفضل تعيط 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 براحتك، مفيش مشكله، عيط زي ما انت عايز. فده كده بالنسبه ايه لتكنيك العياط. ما تديش اي تاثر، حتى لو عارفه الست دي هتلاقي التكنيك ده بيستخدم كمان في الفصال في الاسعار. يعني ممكن واحده تيجي تقول والله ده انا مش عارف جوزي حصل له ايه وبنروح يعني مش لاقيين اللقمه او مش الجو ده. هم اصلا بيبقوا في الغالب الناس اللي بتعمل كده الناس اللي فعلا معهاش بتبقى بتستحي ان هي تعمل الكلام الفارغ ده. فدي ايه ده تكنيك بالنسبه للكراينج ده. ادي بوكر فيس، ما تتاثريش بالكلام ده، افصلي مشاعرك عن مشاعر العميل. بالنسبه للحته بتاعت الانتربشن، زي ما هي عندها الجرأة ان هي تقاطعك وانت بتشرحي للبنت، انت كمان قطعيها، قطعي كلامها وهي بتقطعك. يعني هي مثلا دلوقتي انت بتشرحي 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 وبعدين هي جت قامت نطه في بقك، تقومي انت ما تسيبهاش، تقومي ماسكاها قولي لها بس استاذنك استاذنك لو سمحتي لو سمحتي انا بس مش عارفه اركز مع البنت، واديها وش خشب في ساعتها. يعني هي مثلا انت بتشرحي وهي جت في النص قالت لي اه صحيح يا ميس اميره، ده انا امبارح مش عارف ايه والمدرسه جت، معلش استاذنك يا ام حموكشه. هنا قالت حموكشه يا ام حموكشه، انا الموضوع ده يعني انا مقدره ان انت هتقولي حاجه مهمه دلوقتي، بس انا دلوقتي بشرح للبنت معلومه مهمه ومش هينفع كل شويه يعني تقاطعيني، فمش عارفه اكمل الكلمتين. يعني تعالي نتخيل كده وانا بتكلم دلوقتي مثلا بشرح حاجه، فقام حد فاتح المايك وعايز ايه يقاطعني، فانا ممكن اعمل ايه؟ لو انا معايا وقت والدنيا حلوه خلاص ممكن اسيبه يتكلم، لكن لو انا مثلا مزنوقه في الوقت زي دلوقتي وعايزه الحق اهرب فانا هعمل ايه؟ فهم قايله يا فلانه يا فلانه يا فلانه، افضل كده نادلها بالاسم، يا فلانه يا فلانه يا فلانه، معلش انا عارفه ان انت عايزه تقولي حاجه مهمه بس انا دلوقتي مضطره اخلص النقطه اللي معايا دي اللي احنا بنناقشها عشان اقفل الريكوردنج على كده عشان ينزل كامل على القناه، فانا محتاجه اكمل. فمش هخليها تكمل الجمله بتاعتها، مش هخليها، هوقفها. فافضل اناديها 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 لغايه ما تلاقي نفسها ما حدش سامعها وهي مش عارفه تكمل مش عارفه تركز. فدي واحده من التكنيكس اللي ممكن ايه نستخدمها يعني. setting boundaries دي هنبقى نتكلم برضو فيها بعد كده، ان احنا نبقى بنحط رولز او بنحط قواعد معينه في البدايه على حسب بقى ايه كل موقف عندنا يعني. في كل الاحوال لو احنا معانا عملاء بترغي كتير زياده عن اللزوم، فانا بعمل ايه؟ ممكن لو على حسب كل سياق، لو انا مثلا مع الناس دي في البيت فممكن بابتسامه لطيفه جدا: انا عارفه ان انتي يعني عندك حاجات كتير عايزه تحكيها لي وانا عايزه اسمعها طبعا، بس انا مضطره عندي التزامات كتير محتاجه اخلصها، فانا عشان بس وقت البنت ومصلحتها وان انا الحق اشرح لها المنهج اللي هو بفهمها بالمحسوس ان انتي هتقعدي ترغي، ده هياخد من وقت بنتك، مش هديك انا وقت زياده ليكي ووقت لبنتك، لا هو ده هياخد من وقت البنت. فانا مش عايزه الموضوع دوت يعني يجي على وقت البنت والشرح وكده، فخلينا نتناقش مرة تانية. وكل مرة هعمل معاها كده، كل مرة اعمل معاها كده بنفس الابتسامة اللطيفة الظريفة، فهي هتيجي بعد فترة تزهق، هي هتزهق بقى، هتحس ان هو دي ايه حد مش عارف اخد ودي معاه. وهكذا بقى في سياقات كتير ممكن نبقى نتكلم فيها في الحاجات دي. بس انا دلوقتي محتاجة اهرب عشان خاطر ما اتأخرش على البنوتة اللي عندي بعدكم. ف يعني هنبقى نتكلم ان شاء الله في الحاجات دي، عايزين نبقى حد بقى يبقى بيلخص لنا الكلام ده ويحطوه لنا على الجروب كده ولا حاجة اللي احنا اتكلمنا فيه. بس هنبقى نشوف بقى. هناء هتعملي كده خلاص فل، هناء كانت معانا من البداية، ده هتلخص النقط الأساسية وابعتها لي وانا بحطها على الجروب، هقول لهم ان هناء هي اللي كتبت الحوار ده ان شاء الله. اوكي طيب. طيب لو صحابي اسيبهم ازاي او قرايب، دي هنتكلم بقى فيها، تعالي بكره نتناقش في الحته دي. يعني اللي عنده سؤال يا جماعه، وانا آم، يعني في اسئله مكتوبه في التعليقات في الشات، فبليز خلوا الاسئله دي معاكم وهنيجي بكره ان شاء الله نتناقش فيها بشكل اكبر باذن الله. شكرا ليكم. ويلا اقعدوا بالعافيه، السلام عليكم.